من الغرائب وأن تقرأ في السيرة وفي السنة، تقرأ في حادثتين منفصلتين. خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجد في حادثة ثانية في وقت آخر في اختلاف في الزمن ابن الدغنة لما أراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما ضيق عليها المكة وآذوه أراد أن يخرج من مكة ويسيح في الأرض ويعبد الله سبحانه وتعالى. ابن الدغنة رأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال له؟ قال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا أيها الإخوة عجيب في المطابقة. خديجة بذات هذه العبارات وصفت بها النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الدغنة وصف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بذات العبارات، فتواردا على نعت واحد من غير أن يتواطأ. وهذا هو غاية المدح لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأ كانت أكمل الصفات، فشابهه فيها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك أول من ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك أقرب الناس استجابة لك وموافقة لك وثبات على مبادئك التي يعني أنت تبثها هو أقرب الناس إليك في صفاتك الخلقية.